واخيرا السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد بعد غياب طويل جدا لدرجه ان ممكن اللي بيتفرج دلوقتي اصلا مش عارفني او ما شافنيش قبل كده. فتاني لازم نعرف نفسنا. انا اسمي محمد، عندي 20 سنه، مؤقتا طالب في الفرقه الثانيه طب دمياط لحين ظهور النتيجه. في البدايه طبعا نحب نبارك لطلبه ثالثه ثانوي، مبارك عليكم يا شباب واهلا بكم في الحياه الجامعيه. من عنوان الفيديو انا عارف ان انت ممكن تكون اتضايقت، بس والله العظيم انا مش طالع اضايقك، وانا عارف ان انت فرحان بمجموعك اللي تعبت فيه طول السنه. بس والله انا طالع اقول كلمتين مهمين جدا جدا قبل ما تختار كليه الطب. طبعا كلنا عارفين الجانب المشرق الجميل من كليه الطب، سواء من الناحيه الاجتماعيه او بعد كده من الناحيه الماديه، فكلنا عارفين الجانب الجميل ده، ولكن ما يعرفش الجانب المظلم ليها غير اللي درس طب او حواليه حد من اخواته بيدرس طب. فهل كلنا مؤهلين ان احنا نخش كليه الطب؟ طبعا لا، مش كلنا مؤهلين اننا ندخل كليه الطب. فانا طالع النهارده اتكلم معاك كده في كذا حاجه بخصوص كليه الطب، واحب ان انت تكون عارف الكلام ده قبل ما تدخل الكليه او لو انت ناوي تدخل الكليه. فاحذر من 5 حاجات. اول تحذير، احذر ان انت تختار بمجموعك في الثانويه العامه ويكون هو السبب الوحيد في رغبتك في دخول الكليه دي. يعني مش شرط ان انت جبت مجموع كليه الطب فانت لازم تدخل كليه الطب. يعني خلاص الحمد لله انت ربنا كرمك اخر كرم وجبت مجموع كبير ممكن يدخلك كليه الطب، فخلاص انت تقفل صفحه الثانويه العامه ونجي للاهم وهو اللي محتاج تفكير، وهو كليه الطب، وهل تدخلها ولا لا، وهل فعلا الكليه تناسبك ولا لا. مش بس من ناحيه المذاكره او ان انت تكون بتعرف تذاكر او تقعد على كتاب عدد كبير جدا من الساعات، كمان من ناحيه دماغك انت او من ناحيه اهدافك او عقليتك نفسها، وهل فعلا تقدر تتحمل المشوار الطويل الصعب بتاع كليه الطب ولا لا. هتقول لي هو مشوار طويل ليه يا محمد؟ هو مش 5 سنين تعليم وسنتين امتياز وبعد كده نفتح عياده ونقبض والدنيا تحلو؟ هقول لك لا خالص يا دكتور، هو جزء بس من المشوار. فعلشان يعني تبقى عارف المشوار بتاع طبيب وتبقى داخل وعارف انت داخل على ايه، فانا هكون سايب لك تحت في الديسكريبشن فيديو هيوضح لك المسار بتاع الطبيب في مصر. فخلاصه النقطه دي مش علشان انت جبت مجموع كليه الطب فانت لازم تخش كليه الطب، لا، اقف ولازم تفكر كويس جدا 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 في ان انت تخش الكليه دي ولا لا. هتقول لي طيب انت مكبر الموضوع ليه؟ طب ما عادي كل الناس اللي بيجيب مجموع بتخش كليه الطب، واعرف دكاتره قرايبي واصحابي دخلوا كليه الطب من زمان ودلوقتي بقوا ما شاء الله دكاتره ومشهورين وبيقبضوا وكل حاجه والدنيا حلوه قوي يعني. فالكلمتين دول هينقلونا للنقطه الثانيه، وهو ان انت لازم تحذر من ان انت تسمع لقريبك الدكتور اللي مثلا ما كانش بيذاكر قوي في كليه الطب ودلوقتي بقى دكتور شاطر وعايش الحياه اللي انت عايز تعيشها. فانا عايز اقول لك ان زمانك مش زي زمن قريبك اللي اتخرج من كليه الطب ودلوقتي شغال دكتور وعايش حياه الدكتور اللي انت عايز تعيشها، لان سوق العمل اتغير جدا وكليات الطب كل يوم بتزيد، فبالتالي عدد الطلبه اللي هيلتحقوا بكليه الطب بيزيد، وده معناه ان عدد المتخرجين من كليه الطب هيزيد وبالتالي المنافسه هتزيد. هتقول لي طيب انت ايه اللي مزعلك؟ طب ما العدد يزيد عادي يا عم، انت مالك انت؟ ده معناه ان انت لازم تبقى شاطر في الكليه، لان زي ما قلت لك زمانك مش زي زمان قريبك اللي بقى دكتور دلوقتي مثلا وما كانش بيجيب مجموع في طب. طالما قررت ان انت تدخل الكليه دي فانت لازم تذاكر وتجتهد وتسعى كمان ان انت ترتب على الكليه، لان للاسف سوق العمل هو اللي بيفرض عليك كده، بيفرض عليك ان انت لازم تذاكر وتجتهد وتبقى شاطر. ثالث حاجه احذر منها، ان اوعى يكون سببك لدخول الكليه دي هو ان انت عايز تسافر وخلاص. هو ايوه تراك السفر ده محدد جدا جدا لطلبه الطب بالاخص، طرق كتير ان انت تسافر بره سواء امريكا اوروبا اي بلد، لكن مش عايزك بس يكون ده هدفك من الكليه، لان مسار السفر ده بقى هدف لاغلب كليه الطب ما كانش كلهم اصلا. فبالتالي ده معناه ان المسار ده هيبقى اصعب، سواء من ناحيه الفلوس هتزيد جدا جدا غير انها اصلا دلوقتي زياده، وطبعا صعوبه الامتحانات بتاعه المعادله ديت اللي هتخليك تسافر بره. فانا عايزك ما تحطش لنفسك خطه واحده بس، لان الظروف بتتغير زي ما قلت لك، وممكن السفر ده يكون اصعب واصعب او الظروف بتاعتك ساعتها ما تسمحش ان انت تسافر بره. طيب انا بقول لك كده ليه؟ لان انا عارف ان انت ممكن تكون عارف ان السفر وطريق السفر ده مش بيحتاج درجات عاليه ليك يعني في الكليه، بل هو بس ان انت تحضر المعادله وبعدين تسافر، مش بيبصوا بقى ليه درجاتك ولا انت مرتب ولا لا. لكن انا بتكلم في حته اللي انت لازم تتعود، لان زي ما قلت لك المعادلات دي مش سهله او مذاكرتها او ان انت تعدي الامتحان ده حاجه كده ايه سهله، لا، ده انت بتدفع فلوس كتير وطبعا بتكون صعبه ولازم تعديها علشان تسافر. فانت لازم تتعود ان انت تذاكر كم هائل جدا من المعلومات، ومش هتعرف تتعود غير لما انت تذاكر في ال5 سنين اللي هم بتوع الكليه. ففي جميع الاحوال بكررها للمره الثالثه، انت لازم تذاكر وتجتهد وتعمل كل اللي عليك وتتعود على المذاكره لساعات طويله جدا. رابع حاجه بحذرك منها هو ان انت يكون هدفك بس ان انت تعدي وتنجح وتعدي السنه كده وخلاص، لا، ده زي ما قلت لك انت في كل
كل الاحوال انت لازم تجتهد وتذاكر ويكون هدفك ان انت ترتب. هتقول لي طب انت بترتب؟ هقول لك لا، انا في سنه اولى ما رتبتش، مش مثلا في ال10 الاوائل، لا خالص والله، ولا حتى ال50، بس بعمل اللي بقدر عليه، وده اللي احنا مأمورين بيه. تعمل قدر المستطاع بتاعك والنتائج على ربنا ان شاء الله. ودعوتك لنا يا عم نرتب كده ونبقى من اوائل الدفعه. فانا عارف والله ان انت سمعت مثلا من قريبك او اخوك ان هو مثلا بيذاكر ليله الامتحان ومثلا بيبصمج امتحانات السنين اللي فاتت وبيخش يعدي وبينجح في السنه والامور بتعدي كويس. هو ايوه فعلا، انا مش بكذبك، لا فعلا ساعات بيحصل الكلام ده، لكن ما ينفعش تعتمد اعتماد كلي على الكلام ده. انت ممكن مثلا عندك ظروف ولا حاجه فما قدرتش مثلا تذاكر، فمثلا بتفتح امتحانات السنين اللي فاتت، لكن مش كل مره تسلم الجره ومش كل مره هتعدي بنفس النظام ده. عديت سنه، عديت الثانيه، مش هتعدي الثالثه. انا عايزك طالما دخلت الكليه دي عقليتك تبقى احسن، مش مجرد النجاح ومش مجرد مثلا انت جبت تقدير كويس، لا انت هدفك ان انت ترتب. ليه لا يعني؟ وعايزك بس تحط في دماغك حاجه، هو انت في الكليه دي ما هو الا درجات ماشيه على الارض حرفيا. يعني انت لو درجاتك عاليه وبترتب مثلا، فهيكون ليك بعد ما تتخرج مثلا نيابه جامعه، هيكون ليك افضليه عن زمايلك طبعا في اختيار التخصص وفي بقيه مشوارك. فانت اللي بتحدد مشوارك بعد كده في ال5 سنين بتوع الكليه. خامس حاجه واهم حاجه بحذرك منها قبل ما تدخل كليه الطب، هو ان دراسه الطب تنسيك هدفك من الحياه، هدفك الحقيقي من الدنيا اللي احنا عايشينها دي. وهدفنا طبعا كلنا في الحياه ان احنا نعبد ربنا ونطيع ربنا. دراسه الطب بتحتاج مجهود ووقت وتعب كتير جدا جدا جدا، وفي هيجي عليك مثلا مناسبات زي مناسبات مثلا عائليه، رمضان، اعياد حتى كمان، فحرفيا كل مناسبات السنه هتيجي وانت بتمتحن. بس الحمد لله كل ده في ميزان حسناتك، ودايما احتسب مجهودك وتعبك وسهرك، كل ده في ميزان حسناتك. فحاول قدر المستطاع ان انت تقرب من ربنا، ويكون دراستك للطب سبب في تقربك الى ربنا. الطب هو انبل العلوم بعد العلم الشرعي، كما قال الامام الشافعي رحمه الله: لا اعلم علما بعد الحلال والحرام انبل من الطب. ودايما افتكر ان بعد كده ان شاء الله ربنا هيأمنك على حياة انسان، فتخيل انت دي بقى. وبس كده، دول كانوا 5 تحذيرات حبيت اقولهم لك قبل ما تدخل كليه الطب. وبالتوفيق ان شاء الله يا دكاتره، وباذن الله الفيديوهات الجايه هنتكلم اكتر عن كليه الطب ونظامها والمذاكره في كليه الطب والدرجات وكل الكلام ده. بس حبيت كده انزل الفيديو ده اول حاجه لانه فيديو مهم جدا جدا، والكلام اللي فيه مهم جدا جدا علشان وانت بتختار كليتك. وبس كده، ما تنساش تصلي على النبي دايما عليه افضل الصلاه والسلام. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.